انصح بيها الناس كلها، يا رب الناس كلها تبقى سامعاني. حرف الواو في القرآن حرف مهم ولا مش مهم؟ انا كحسام موافي ماليش دعوه اللي اي حد من رجال الازهر يصلح لي. انا رايي انه اهم حرف. اولا ربنا اقسم بيه، والعصر والتين والزيتون بيقسم بيه. ثانيا بقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاله الامر بالحج فبينفذ المناسك زي ما بتملى عليه. وقف على عرفه المغرب جدا، نزل مزدلفه، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، صلى الفجر، وطلع بعد الفجر على الإبليس رجم، ثم طلع على الكعبة طاف، ثم راح على السعي ووقف والصحابة حواليه. وقف برهة كده وقال سأبدأ بما بدأ به الله. ربنا في القرآن بيقول إن الصفا والمروة. شفتي الواو عملت ايه؟ خلته يبتدي بالصفا قبل المروة، لأنه قال سأبدأ بما بدأ به الله. شفتي الواو عملت ايه؟ فأكلكم يا أخوانا كلكم ابدأ بما بدأ به الله، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. احنا بناكل فاكهة بعد الأكل، وهذا خطأ شديد جدا. ناكل الفاكهة قبل الأكل. برتقانة وربع ساعة مش هتعرف تاكل. يعني الفاكهة قبل الأكل. أمريكا بعد عاملة كده الأكل دلوقتي. بقد إيه؟ ربع ساعة. ساعة ما يخش بيته تكون مراته عاملة له برتقانة مفصصة في طبق، ياكلها على بال ما يقلع ويلبس ويبتدي يتغدى يكون نفسه سدت. تمام. وبعدين لها تأثير على الامتصاص، مش بس نفسه سدت، يعني مش هيستفيد من الأكل. أنا جربت مع ناس كده بقى لنا مثلا 4-5 سنين، مرضى عندي. أيوة. تعالي حضرتك شوفي اتغيروا ازاي. كوليسترول، سكر، سمنة، كل ده اتصلح ببرتقان قبل الأكل. أو بطيخ ممكن أو نستبدلها بخضار. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ربنا بقى دي عندي زي إن الصفا والمروة.